الجزء الأول من العادات الصحية اللي بنشتريه دايما هو اللي بناكله، وازاي نحول حياتنا من كده لكده. أول حاجة، حاولوا تروحوا الصبح سواء الأسواق المحلية أو السوبر ماركت، بتكون الحاجة طازة ولسه ايدين كتير ما لمستهاش وموجودة بكميات كبيرة. وحاولوا على قد ما تقدروا تنزلوا بنفسكم وتنقوا الحاجة، ساعات بتكتشفوا حاجات جديدة ما كنتوش واخدين بالها منكم قبل كده. حاولوا تروحوا الأماكن اللي بتخليكوا تنقوا الحاجة بوحدتها، نقوا الحاجة اللي شكلها حلو عشان تشجعكوا تكملوا. اختاروا الحاجات اللي مش معلبة أو الحاجات المعلبة لو حالتها كويسة. تاني حاجة، البدايل، بدلوا الحاجات المصنعة بحاجات خام، بدلوا الحاجات المكتوب عليها صحية ولايت بالحاجات الطبيعية، وتقروا مكونات بعناية. الخطوة اللي بعد كده السهولة، حاولوا تلاقوا الحاجات اللي بتسهل حياتكم لو مشغولين وتخليكم ماشيين على التراك المظبوط. الحاجات المجمدة، دايما الفاكهة في الموسم بتاعها بتبقى فوائدها أكتر، بس ممكن تعملوا توازن بالاتنين. هاتوا حاجات فيها بروتين عالي وقيمة غذائية عالية، مش كالوريز فاضية. ودايما خلوا حاجة السلطة أو السندوتشات جاهزة في البيت زي العيش والخس والرايس كيكس. وما تنسوش التوابل. الجزء التاني في العادات الصحية هو التوازن، 20% من الحاجات اللي بنحبها و80% حاجة احنا مستمرين عليها. 20% من حاجة بنحبها ونتبسط بيها، 80% أكل مغذي فيه كل العناصر الغذائية المفيدة لجسمنا بتدينا طاقة وتخلينا أحسن. هو ده التوازن هيخلينا نكمل حياة صحية. الجزء الثالث من عادات صحية، هنجهز حاجات ناكلها بين الوجبات بس مليانة بروتين وألياف ودهون صحية. أول وأسهل حاجة هي الحمص، بنعمل منه كمية كويسة وبيقعد في التلاجة. ممكن تعملوه سادة وممكن تضيفوا عليه بنجر لو بتحبوه. ممكن تزودوا عليه حمص ورمان عشان تزودوا الألياف. ممكن تحطوه في الفطار على العيش أو تاكلوه مع جزر أو خضار. تاني حاجة هي الترمس، فيه بروتين وفوايد تانية كتير. دلوقتي بقى سهل جدا يتعمل وتحفظ في التلاجة. ممكن تفصصوا رمان وتاكلوه لوحده أو تحطوه على الشوفان الصبح. لما بتجهزوا الحاجة من قبل كده بتسهل عليكم وتخليكم مستمرين على الحياة الصحية. ممكن تزودوا لب وشوكولاتة غامقة. عادات صحية الجزء الرابع هو سهل وسريع. تعالوا نشوف بفكرة بسيطة زي اللي جرين هاوس عملوها هنعرف نستمر على حياة صحية متوازنة بسهولة وسرعة، ونضمن كل حاجة في اليوم صحية من أول الدبس وما بين الوجبات أو السلطات، لأن كل حاجة فريش وسهلة ومش محتاجة وقت ولا تحضير ولا مجهود. ونضمن إننا في أي وقت جعانين فيه ممكن نعمل وجبة أو سلطة من مكونات عندنا في التلاجة، أو حتى سندوتشات الصبح من غير ما يكون في وقت نحضر ونجهز من قبلها بكتير. بنعمل حاجة سهلة وسريعة على طول وبأفكار كتير. والأحلى من كده إن الموضوع بقى سهل بالنسبة للأطفال كمان، علشان الحاجة سهلة وشكلها حلو بيتعودوا من صغرهم على الأكل الصحي. وبكده نبقى مش بنحرم أجسامنا من عناصر غذائية مهمة جدا ولازمة وضرورية في حياتنا اليومية، بس مش بنلحق نعملها كل يوم. والمفاجأة إنها مش بس سهلة وسريعة، لا، الكواليتي بتاعتها كويسة قوي قوي. وحتى الوصفات الصعبة أو المعقدة أو اللي محتاجة حاجات كتير نقدر نعملها من الحاجات المستوية أو الجاهزة بتاعتهم من غير مجهود زيادة وفي دقايق قليلة بس. So if I could say